معكم اليوم طبختنا أكلة شامية، هي الكباب الهندي. هي أكلة طيبة. أنا أول شي عندي كليين بندورة غاسلتهم ومصفيتهم، بصل، لحمة ناعمة. للحمة الناعمة حاطة بصلة وقطعة فليفلة حمراء نزلتهم بالماكينة، دبس بندورة، ملح، فلفل، للحمة زينة سنوبر، وجود بالموجود، اللي ما عنده ما في أي مشكلة، وسمنة. التحضير: أول شي أنا بدي أقشر البندورة وأقطعها. بدي أقطع البصل. للحمة ححط معلقة ملح ومعلقة فلفل. هلا هيك قطعت البندورة وحطيتها بالصينية، وقطعت البصل. حلوتهم. أنا عندي البندورة مو كتير غامقة، لهيك بدي أحط معلقتين دبس بندورة. البندورة عندكم غامقة ما بتحطولها، ما في داعي. نقلبهم سوا. هلا بحط معلقة ملح وشوي معلقة فلفل. هلا بحط سمنة. أنا شغلت على الفرن من تحت، هحطهم بالفرن لحتى يتعقدوا. هلا للحمة بحط صنوبر، وهي صنوبر اختياري. ملح، فلفل أسود، هلا أنا حقرصهم مثل الكباب. هيك بدي اياهم مختار. هلا هيك انا كورتهم، هحطهم بالبراد، وعندي البندورة بالفرن. تتعقد البندورة بحطهم فوقهم. هيك طلعتها من الفرن وتعقدت البندورة، هحط الكباب. هلا انا صراحة دللتها شوي لانه انا دايجيني اليوم ضيوف على الغدا. هيك حطيت الكباب، هحطها بالفرن ليستووا ويتحمروا. هيك صار كباب الهندي جاهز. طلعته من الفرن وعملت قدامه رز. ان شاء الله يعجبكم. بتمنى انكم تعلقوا لي تعليق حلو، وان عجبكم فيديو لا تنسوني باللايك واشتركوا بقناتي. اهلا وسهلا.